السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن الولاعات. الولاعة اللي في ايدي دي قدام حضراتكم ديت فرقعت وانا بولع بيها البوتاجاز. شمت سخونية فرقعت زي القنبلة. تمام. عندنا الولاعة ديت كان تمنها حوالي من 10 جنيه، وصل تمنها ل40 جنيه دلوقتي. طبعا فيها مشكلة، والمشكلة دي هنحاول ان احنا نصلحها مع بعضينا واحدة واحدة. ولو الكل عنده مشكلة زي كده في الولاعة يعرف ازاي يفكها وتركيبها، وان شاء الله يعرف يصلحها من اي ولاعة تالفة تاني. يعني اي ولاعة قديمة عند حضرتك ما ترميهاش، خليها فيها حاجات مفيدة وحاجات مهمة جدا. هنيجي للولاعة ديت اللي قدام حضراتكم، هنبتدي نفكها، ولازم نعرف احنا بنفكها ازاي. أول حاجة فكينا المسمار، واللي قدامكم الماسورة ديت عبارة عن صاج عشان ليها لازمة وليها يعني طريقة مهمة جدا. تمام، شلناها بنفس الطريقة ديت، وهقول لكم ايه فايدتها الماسورة ديت، ايه الفايدة المهمة بتاعتها. شايفين هنا حضراتكم في هنا حتة سلك اهي. السلك دي بتلمس في الماسورة اللي احنا شلناها. وهنا الوش اللي قدام حضراتكم دوت ماسك برضك السلك التاني. طب ايه السلك دوت؟ السلكين دول حضراتكم جايين من مكان داخل الولاعة، ومهمين جدا في اشعال النار. زي ما انتوا شايفين الولاعة المكسورة هي اللي بايظة، فيها حاجة اسمها حجر داخلي بيولد كهرباء. الولاعة الكبيرة دي كمان نفس الموضوع، جوه منها حجر بيولد كهرباء. وفي خزان للغاز داخل الولاعة الكبيرة اللي قدام حضراتكم ديت. تمام. اما الولاعة الصغيرة اللي انفجرت دي بالنسبة اللي هو الخزان بتاع الغاز بتاعها ده ضرب خلاص يعني، فالمفروض ان هي تترمي، لكن احنا مش هنرميها. طبعا فكينا الوش زي ما حضراتكم شايفين، ظهرت قدامنا من الداخل الحجر اهوت، قدامنا الزرار اللي بيعمل التكة اللي احنا بندوس عليه اللي هو زي زرار المسدس. تمام. وعندنا الخزان بتاع الولاعة زيه زي الولاعات العادية جدا، يعني اللي كان تمنها 75 قرش وصل دلوقتي تمنها لحوالي 5 جنيه. تمام. والخرطوم ده هو اللي بيوصل الغاز لقدام. اما الحجر ده راكب فيه السلكين اللي هما بيوصلوا الكهرباء، يعملوا كماس كهرباء عشان خاطر يولع الولاعة. تمام. الولاعة القديمة اللي قدام حضراتكم البايظة دي، كل اللي احنا هنعمله هنا، يعني هنا ال الكهرباء فيها كويسة جدا وقوية جدا. هنفكها بنفس الطريقة دي كده. تمام. وهنبتدأ ان احنا ناخد الحجر اللي هو اللي جوه ده، طبعا انا دوست عليها طبعا فيها كهرباء جديدة يعني. تمام. هناخد اللي هو الحجر اللي هو جوه ده اللي قدام حضراتكم اهوت، اللي فيه السلك اللي هو الازرق دوت، نفس الطريقة اللي قدام حضراتكم دي. ده فيها اللي هو الأزرق ده كهرباء، واللي تحت ده أرضي. يعني لو ايد حضرتك ماسكة اللي تحت ولمست ودوست هتتكهرب. وده الأصفر ده أرضي، والأبيض كهرباء. تمام. هنا حضراتكم هنبتدي إن احنا نفصل الحجر القديم اللي هو في الولاعة الصفرا الكبيرة ديت، وهنحاول إن احنا نوصل الحجر بتاع الولاعة اللي هي الصغيرة. تمام. ادينا قصيناه بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم. استفادوا بالحاجات القديمة دي، مهمة جدا. ما ترموش أي حاجة، لأن الحاجة النهاردة اللي عاملة 10 جنيه بكرة هتوصل ل50 جنيه وال100 جنيه، وهتقول والله ده كانت عندي ورميتها في الزبالة وما كنتش محتاجها في شيء. مفيش حاجة مش هتحتاج لها. ادي الحجر خدناه اهو، اللي هو مولد الكهرباء، ووصلناه. تمام. بنفس الطريقة ديت مع التاني بالظبط. وادي الحجر القديم والولاعة القديمة قدام حضراتكم اهي. تمام. ادي الحجر اهوت وصلناه، وعملنا نظام لزق عازل ليها. تمام. وادي الحجر القديم اهوت، وقدام حضراتكم الخرطوم بتاع الخزان، والسلك الاصفر دوت اللي هو الارضي، والسلك الابيض اللي هو الكهرباء. الاتنين دول المفروض بيخرجوا كهرباء مع بعض، بيلمسوا بعض. طبعا السلك الاصفر ده بيبقى واصل لاول الولاعة قدام، اما السلك الابيض اما يبقى واصل لغاية نص الولاعة، وبيربط مع الماسورة اللي هي الصاج اللي قدام حضراتكم دي بتلمس مع السلك اللي هو الاصفر في الامام خالص قدام خالص هنا. وطبعا الغاز بيخرج من جوه لغاية هنا في نظام الخرطوم والبسبوز اللي قدام حضراتكم دوت. تمام. هنا حضراتكم
خلاص عملنا الحجر وهنبتدى نقفل الولاعة. طبعا في حاجة مهمة جدا ما تنساهاش، اللي هو الزرار بتاع الولاعة. تمام، الزرار اهوت بيركب في مكانه، لان ده مسؤول على تفريغ الغاز، ومسؤول عن الضغط على الحجر، بحيث ان هو يعمل مولد كهرباء ويوصل الغاز في الخرطوم لغاية اول الولاعة، وتبتدى الولاعة تعمل اشتعال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس، واكتبوا لنا في التعليق هل الفيديو ده حلو ولا وحش، هل فيديوهاتي كويسة ولا لأ، عشان خاطر اقدر استمر معاكم في الجديد. طبعا هنا احنا قفلنا اهوت، وهنجيب هنا اللي هي القطعة اللي من قدام هنركبها كده في المكان ده. هنقفل زي ما فكينا بالظبط، لأن كل حاجة ليها فايدة وليها لازمة. تمام. هنا طبعا تحت ايدي هنا موجود السلك الكهرباء، وطبعا هنركب الماسورة دي في مكانها. هيظهر عندنا هنا في التركيب اللي هو السلك الأرضي، يعني في الأرض ده ما يوصل في الماسورة الخارجية، ده ما يتكهربكش، يعني ما تتكهربش. لو الاتنين لمسوا بعض ممكن تتكهرب، يعني ما تقلقش يعني. تمام. فهنا خلاص هنقفل الماسورة ديت، هيحصل تلامس ما بين الماسورة وبين السلك. تمام. وقدام خالص في اول الولاعة هيحصل نظام الاشعال، التكة اللي هي بتاعة الكهرباء. تمام. وعندنا في زرار ابيض بيعلي ويوطي الغاز. تمام. هنجيب المسمار وهنربطه مع بعضينا. بعد ما نربط المسمار وهنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنجرب ونشوف الدنيا وصلت، هل هتولع معانا ولا لأ، وهل نجحت معانا الفكرة ولا لأ. كل حاجة قدام حضراتكم اهيت. تمام. ركبنا كل حاجة وقفلناه، وادي الولاعة القديمة اهيت. خلاص الخردة دي خلاص كده هنرميها، مش محتاجين منها حاجة خالص. خلاص مفيش حاجة فيها مفيدة خلاص. هو كان حجر مولد الكهرباء المفيد وخدناه الحمد لله. هنبتدي نجرب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول تكه ما جاتش، تاني تكه جابت اشعاع نار قدام حضراتكم. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. وكده احنا يعتبر وصلنا لنهاية الفيديو، وهنختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصيحة من أخوكم هاني الشريف، ما ترموش أي حاجة قديمة عندكم، لأنها هتنفعكم في يوم من الأيام، في وقت هتلاقوا الأسعار غالية جدا، وهتقول يا ريتني ما كنت رميت الحاجة اللي عندي ديت، كنت خدت منها قطعة اللي هي الغيار. ونختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.